انزل بالشكل ده. اهم حاجه رجلي الشمال، بطن رجلي الشمال تكون على الارض كلها، لانها بتعمل سبورت لرجلي الاماميه عشان ما احملش عليها زياده عن اللزوم. وابدا انزل كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم كابتن عمرو فليكس، وحلقه النهارده عن تقويه الرباط الصليبي وتقويه العضلات العامله عليه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. يلا نبدا. اول تمرين هبدا بيه، هطلع على جهاز الاكستنشن او جهاز الاماميه، هقعد هبدا اعمل تاني ومد لركبتي بالمنظر ده. التمرين ده كويس جدا، بيأهل عضلاتي الضعيفه. بالشكل ده كده. واوريدي انت اول ما بتخلص علاج طبيعي بتبص تلاقي طبعا من كتر ان انت بقالك فتره كبيره ما بتتمرنش او ما بتمارسش الرياضه، العضلات بتاعت رجلك اللي فيها الاصابه صغيره، وده شيء طبيعي لازم يحصل كده. فانت بتبدا تاهلها واحده واحده، بحيث ان انت ما ينفعش في الاول تلعب بويت او بتلعب باوزان عشان الاصابات، عشان الموضوع ما يزيدش زياده وتبص تلاقي رجلك عبت ميه. اي حمل بعد عمليه الرباط الصليبي على رجليك بتعبي معاك ميه على طول. فلازم تاخد بالك بعد ما تخلص علاج طبيعي ما تحملش عليها، حتى لو حسيت ان هي بقت سليمه. لازم تبدا تروح الجيم، تبدا تخلي المدرب يشتغل معاك على تقويه عضلات رجليك الاماميه، وفي نفس الوقت يجتنب مشاكل الرباط الصليبي عندك. ده اول تمرين هعمله وانا قاعد، ممكن اخد بتاع حوالي 12 مجموعه. ال 12 في اقصى عدد ممكن اقدر اجيبه 30 عده، 40 عده، 50 عده. تاني تمرين هفرد مشط رجلي للاخر وافرد ركبتي للاخر، بحيث ان انا لما اجي اشتغل هجيب الحركه من الفخذ نفسه، من مفصل الفخذ نفسه اللي منشأ في عظمه الحوض، وابدا اطلع وانزل بالشكل ده. ده اقوى تمرين يقوي لك الرباط الصليبي. تقدر تعمله بقى مرتين في اليوم، 3 مرات في اليوم، وانت قاعد في البيت مفيش مشكله، على كرسي او في الجيم عادي مفيش مشكله. ده تاني تمرين. اهم حاجه ما تتنيش الركبه دي، غصب عنك ممكن تتني، بس حاول بقدر ما يمكن ان انت ما تتنهاش، عشان التمرين ده تمرين مهم جدا للرباط الصليبي. حتى لو هتمسك بايديك دي كده فخد رجلك عادي مفيش مشكله، انت بتساعد في الاول، اول اسبوع غير تاني اسبوع غير تالت اسبوع. اهم حاجه ما تستعجلش عشان الموضوع ما يتمداش معاك. تالت تمرين معايا وهو تمرين الكره المطاطيه. هوريك ازاي تقدر تستخدم الكره المطاطيه بالطريقه اللي انا هوريها لك ديت. الكره اهي تقدر تستخدمها في البيت او في الجيم مفيش مشكله. احطها تحت رجلي، هي مجرد ان هي بتعمل سبورت ركبتين، لازم احطها واضم عليها بركبتي الاتنين كده بالشكل ده. واما انزل هنزل اهم حاجه ركبتي دي ما تعديش مشط رجلي اهو. 1 2 3 هعد لحد مثلا 40 عده بالشكل ده في حوالي 12 مجموعه. التمرين ده هعمله مثلا لمده 5-6 ايام. لما ابدا احس بقى بالنسبه لي التمرين سهل، ممكن استخدم ويت. هستخدم ويت اي تقل تبدا تستخدمه، تمسكه كده مثلا، تمسكه بالشكل ده وتبدا تنزل وتطلع. التمرين ده بيقوي العضلات الخلفيه بتاعت رجلي، الهامسترينج واماميات رجلي. ده تمرين قوي جدا يقوي لك الجزء بتاع رجلك اللي قدام ده، اللي هي عضلات الاماميه بتاعتك، بشكل كويس اهو. رابع تمرين معايا وهو تمرين التوازن. خد خطوه لقدام، بطن رجلي كلها على الارض، رجلي الشمال موازيه لرجلي اليمين، وابدا انزل بالشكل ده.
بطن رجل الشمال تكون على الارض كلها، لانها بتعمل سبورت لرجلي الاماميه عشان ما احملش عليها زياده عن اللزوم. وابدا انزل كده. التمرين ده هعمله حوالي 12 مجموعه في 40 عده بالشكل ده. اهم حاجه الركبه ما تعديش مشط رجلي اهو. خامس تمرين هعمله، هقف بالشكل ده كده، رجلي الاتنين جنب مني، واخد خطوه لقدام وارجع، خطوه لقدام وارجع، خطوه لقدام وارجع اهو، خطوه لقدام وارجع. التمرين ده مختلف عن التمرين الرابع، عن التمرين رقم 4. هنا بفتح رجلي، برجل لقدام بحيث ان انا احمل شويه على العضلات الاماميه بتاعت رجلي، ومشط رجلي هنا متني شويه، فانا الحمل كله هنا على العضلات اللي قدام، بس مش قوي، يعني انا مش محمل قوي على العضلات بتاعتي، لان انا مش تاني رجلي قوي، يعني انا حتى مش جايب وش رجلي، انا مش تاني رجلي، فانا مش جايب وش رجلي هنا، فمش محمل عليها قوي. بس هي الفكره ان انا بشغل الياف عضليه مختلفه شويه عن التمرين رقم 4 اهو. وارجع تاني لمطرحي، احاول ان انا ارجع مطرحي، اخلي رجلي الاتنين جنب بعض، 1 2 1 2 1 2. اهم حاجه وانا شغال مشط رجلي، قلت انا بحمل عليه مشط رجلي الشمال 1 اهو. ليه؟ انت بتعمل توازن عشان الرباط الصليبي برضه تعمل توازن. التمرين ده الفايده منه ان انت بتعمل توازن لخطوه رجليك، ده يقوي المفصل بتاع الركبه والرباط الصليبي معاك، ويعمل لك بالانس، يعمل لك توازن للوقفه بتاعتك او للمشيه بتاعتك. تمرين رقم 6 هقف بالمنظر ده، رجلي جنب بعض الاتنين. ليه بخلي رجلي جنب بعض الاتنين؟ عشان السليمه تدعم الركبه المصابه. واحط الاتنين جنب بعض بالشكل ده بالمنظر ده، وابدا اطلع على مشط رجلي وانزل، هطلع على مشط رجلي وانزل اهو، واقف، احاول اقف فوق شويه وانزل على مشط رجلي لو احنا مش واخدين بالنا اهو. طب ليه انا بقف على مشط رجلي وانزل؟ ايه فايده التمرين ده؟ فايدته ان انت طالما ركبتك اتاثرت بالرباط الصليبي، يعني حصل مشكله في الركبه بتاعت رجليك، بتبقى الاصابه عباره عن حاجتين، يا اما ركبتك اتاثرت من الرباط الصليبي الامامي او الرباط الصليبي الخلفي. انت اللي ماسك رجليك اربطه اماميه واربطه خلفيه، فاوريدي لازم تشتغل على الجزء الخلفي والجزء الامامي، لازم تعمل بالانس مع الاثنين. يعني الرباط اللي هو السليم بيقوي الرباط الضعيف. عندي مشكله في الرباط الامامي والرباط الخلفي عندي سليم، فانا بشتغل شويه على الرباط الخلفي بحيث ان هو يقوي لي الرباط الامامي بتاع رجلي. رجلك كلها متصله ببعضها، مفيش حاجه ما بتساعدش حاجه، مفيش عضلات ما بتساعدش عضلات، عضلات رجلك كلها بتساعد بعض. تمام اهو. كده اكون انتهيت من حلقه النهارده، يا رب تعجبكم. ما تنساش اهم حاجه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وسيب كومنت عشان اعرف التعليقات بتاعتكم، الحلقه عجبتكم ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.